بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنبتدي نشرح ازاي نوزع لايتنج في مكان زي البيزمنت. معانا لوح السقف ولوح الفرش، وعايزين نوزع اللايتنج في المكان ده من غير وايرنج. هعلمكم ازاي نعمل الليجند، توصيف الكشافات، وايه بيتعمل الاول، وان شاء الله هشرح الديالكس في فيديو تاني. هنبتدي كده. اول حاجة نفتح لوح السقف بتاعنا. لوح السقف عندنا دي لوحة السقف بتاع البيزمنت، ودي لوح الفرش. بتاعت البيزمنت اللي هنشتغل عليه. هنجيب لوح السقف ونشوف اول حاجة طبيعة السقف اللي عندنا. عندنا الجزء اليمين ده اللي هو هنا الجراج في العربيات زي ما انتم شايفين كده، هيبقى جراج. نشوف السقف بتاعه نوعه ايه. السقف بتاعه سيرفس عادي جدا. نروح مثلا لنوع سقف تاني زي التواليت. هنا سقفه جبس، بيتعامل زي السقف المعلق. شوف مثلا حاجة زي الكيتشن هنا سقف معلق. نبتدي نقيس سقف البلاطة بتاعتنا كام. البلاطة عندي 60 في 60، فاحنا عندنا هنا بلاطة 60 في 60 في الكيتشن، في الريستوران، في مكان زي البراير المصلى، مكان زي الواشنج اريا، المورتري ثلاجة الموتى، والويتنج اريا. وفي بقى في الكوريدورز دي سقف معلق. اما بالنسبة للباقي حاجة زي الالكتريسيتي اند كنترول روم، دي سقف عادي سيرفس. الجاز السقف سيرفس. ستور هنا وهنا سقف سيرفس. ترانسفورمر اند لو فولتج روم سقف سيرفس. والميكانيكال روم سقف سيرفس. حددنا نوع السقف اللي عندنا، ناخد مكان منهم ونبتدي نشوف ايه نوع الكشاف اللي احنا عايزين نستخدمه فيه. حددنا نوع السقف، هنبتدي نشوف بقى المكان اللي احنا عايزين نجيب فيه الكشافات. عايزين نجيب فيه كشاف نوعه ايه، عايزين نحط فيه كشاف ولا سبوت حسب طبيعة المكان اللي عندي. يعني مثلا الكيتشن ممكن نستخدم له كشاف 60 في 60، وممكن نستخدم له سبوت، ده حسب اختيارك. ماشي، هنشوف احنا وصفنا الكشاف ازاي. هندخل الكتالوج، هنلاقي عندنا حاجة داون لايت، السبوت، والاندستري والاوت دور والريسيزد والسيرفس. احنا عندنا الكيتشن السقف بتاعه ريسيزد، فنبتدي ندور على الاساس ده. بس نشوف اول كشاف. اول كشاف اسمه كلين روم، ده الكود بتاعه CR200B. في 4 كشافات TL5
وهاي فريكونسي برفورمر وأوبال، عارفة الأو، والاي بي بتاعته 65. ده الكود بتاعه 4 لمبات TL5 14 واط وبال، الاي بي بتاعته 65. طيب احنا كشاف زي ده مش محتاجينه في المطبخ. الكشاف ده بيتركب في اوضه العمليات او في الاماكن اللي فيها تخدير وتعقيم. ممكن نشوف كشاف تاني. زي ده كده، مش هنشوف الكشاف ده. ستين في 60 ده التايب بتاعه، فلورسنت طبعا عشان احنا بنتكلم ده كله في الفلورسنت. في منه 2 في 28 وفي منه 4 في 14. احنا اختيارنا هيبقى 4 في 14. في منه 830 وفي منه 840. الوايت والورم وايت ده حسب اختياري طبعا، سواء عايزه وايت ولا ورم. ده الجير بتاعه، وهنختار بريزماتيك كفر بتاعته. هناخد مثلا كشاف وبعدين نعمل له سكرين شوت وناخده مثلا على ملف وورد زي ده كده، نحط صورته، نكتب التايب بتاعه ونبتدي نوصف الكشاف. description بتاعه احنا كاتبين recessed mounted luminaire 60 في 60. الهاوزنج بتاعه sheet steel with internal and external electrostatic white paint. الكفر بتاعه prismatic عشان التراب، والجير بتاعه electronic ballast high frequency regulator fluorescent lamp 4 في 14 4 لمبات. الاي بي بتاعه 44. ممكن نبقى نتكلم في الاي بي ده بعدين. هنختار وايت كولر 4000 كلفن، لازم نكتب 4000 كلفن. احنا كنا فاتحين كتالوج فيليبس، فاحنا عايزين حاجة similar to فيليبس كتالوج، اللي هي التايب بتاعها اسمه TBS 260 او approved equal، حاجة بنفس المواصفات من اي كتالوج تاني هنستخدمه في الكيتشن. وبالتالي بنبتدي نوصف بقية الكشافات كلها بالشكل ده نفس الطريقة. نوصف الكشاف ونتأكد من الكتالوج ان النوعية دي موجودة فعلا نفس الطريقة. نفس الطريقة كله بنفس الطريقة. المشروع ده مشروع مستشفى، فهنلاقي فيه كل حاجة. دي مثلا حاجة بتتركب في الرمب. الكشاف ده مش موجود في كتالوجات فيليبس، فانا دورت عليه في كتالوجات السويدي، دورنا عليه في كتالوجات السويدي وجبناه وجبنا المواصفات بتاعته. هنركبه في الرمب، فبنقول له هنا مثلا الكشاف ده موجود في ايجيلوكس او ما يعادله من اي كشاف من اي كتالوج تاني. المهم ان انا محتاج الكشاف ده. تمام كده، نبتدي ندخل لوحة الفرش.
احنا حددنا كشافتنا وكل حاجة. هنبتدي ندخل لوحة الفرش. اول حاجة هنعملها نشيل الفرش اللي احنا مش محتاجينه، مثلا العربيات مش محتاجينها، الاسهم دي مش محتاجينها، الاماكن تحديد مكان العربيات مش محتاجينها، برضو الحاجات دي مش محتاجينها. طبعا هنسيب الاعمدة والكلام ده مش محتاجه. بس كده انا شلت كل حاجة انا مش محتاجاها. هبتدي ادخل اللايرز بتاعتي وابتدي اقفل اللايرز عشان ما اعدلش على اي حاجة بالغلط واضيع حاجة مني. كنترول A حددتها كلها، وابتدي اقفل اللايرز واعمل لاير جديدة اسميها لايتنج. دي اللاير اللي انا هشتغل بيها. هو بيقول لي انها اوريدي موجودة، فانا همسحها كده، هلغيها وهاكتف اللي عندي اللي هي اللايتنج اللي عندي. شوفها فين واكتفها. في هنا هجيبها من بره عشان تبقى هي الوحيدة اللي انا اقدر اتحكم فيها على الرسم بالنسبة لي، مغلطش وادخل مثلا اغير في حاجة مش خاصة بيا، معماري مثلا او ما الى ذلك. اهي اللايتنج افتحها، تبقى هي بالنسبة لي الوحيدة اللي اكتف. نجرب مثلا نرسم لاين. احنا عملنا غلطة دلوقتي. رسمنا بحاجة اوريدي لوجد، فاحنا مش عارفين نعمل فيها اي حاجة، فاحنا نروح نفتحها عشان نقدر نمسح الخط اللي احنا رسمناه ده. هي غالبا الوول لو قفلت قوي هنفتح كل اللايرز تاني، معلش. عشان نشيل الحاجة دي، الخط اللي احنا رسمناه ده. بس كده نرجع نقفلهم كلهم تاني ونفتح بس اللايتنج اللي احنا عايزينه. كنترول A، هنحدد واحدة وندوس كنترول A، نقفلهم كلهم ونفتح بس اللايتنج اللي احنا عايزينها، نفتحها. هو كده فتح كله، يعني عشان احنا دوسنا كنترول A احنا هنقفلها من هنا اللايرز كلها ونخرج بقى برا، نفتح اللايتنج بتاعنا. ابتدي مثلا ارسم حاجة بقى بيه، هيبقى هي الوحيدة اللي عندي الاكتف. كل ده لوجد اهو زي ما انتم شايفين علامة القفل عليه، مقدرش اتحكم فيه. يعني مثلا لو عايزة امسح حاجة مش هتتمسح، خلاص هي لوجد. دي ممكن امسحها زي ما احنا شفنا كده. طيب هبتدي بعد كده اعمل ايه؟ هبتدي اعمل الليجند بتاعتي، هبتدي اعملها. هبتدي ادخل هنا علامة التيبل دي واعمل منها تيبل جاهز بدل ما ارسم التيبل من اول وجديد.
طيب هو هنا انا اديت له، انا عندي مثلا 9 كشافات في المشروع او 10 او whatever يعني، بس هما 9 كشافات. فانا عندي عدد الكشافات بتاعتي زائد 1 اللي هو الصف ده، يبقوا كده 10. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى هما 9 كشافات، مش 9، هما 8 كشافات، واتنين، واحد للتايتل وواحد للهيدر. نخليها مثلا، احنا نخليها 11. احنا مش محتاجين كده، غلط. احنا محتاجين 11 مثلا على اساس ان هما 8 كشافات مثلا، مع ان هستخدم هنا اقل من كده، بس انا هعتبر كده انهم 8 كشافات. والكولم عندي هيبقى عندي 3، واحد للسيمبل، واحد للتايب، واحد للكوانتيتي بتاعتي. وبعدين هنا لو احنا دوسنا اوكي، ساعات بتبقى المسافة دي صغيرة جدا بين الخطين، فما بعرفش ارسم الكشاف اللي انا عايزة احطه، ده يطلع برا الخطين دول، برا المستطيل. فده طبعا مش صح. ممكن اتحكم ده في ده من الكولوم ويدث او الرو ويدث بتاعي. انا عملتها قبل كده، فانا هختار اوكي. ابتدي اشوف هحط التيبل فين. التيبل بتاعي بيتحط في مكان اسمه الباندا، اللي هو هنا مثلا دي معلومات عن المشروع، مين اللي عمل الاركتكتشر والانتيرور والكلام ده، او الناس مسكوا المشروع يعني، ومكان المشروع والاونر والشيت اللي انا شغاله عليه اللي هو البيزمنت فلور، كل المعلومات بتاعتي. فانا هبتدي احط معاهم التيبل ده. هبتدي بقى اتحكم في التيبل شكله كده، يعني اكيد ده مش منظر مثلا. احنا هنبتدي نتحكم في التيبل بتاعنا هيتحط فين. هظبطه بقى، ابتدي انا اظبطه فيه. رسمنا التيبل، هبتدي بقى اظبط مكان التيبل انا عايزه اظبطه ازاي. هظبطه مثلا في الحته دي كده، هسحبه مثلا من فوق شويه، خليه مثلا هنا كده. مش مظبوط قوي ولا مظبوط؟ اهو طلع خلاص مظبوط. هظبطه بس من تحت عشان بهوأ كده مني، ما بقاش شكله يعني، اكيد مش هحطه يغطي على اسامي الناس مثلا، هيبقى بالشكل ده كده. كده التيبل بتاعي الليجند بتاعي جاهز. هبتدي بقى اكتب فيه. بيبقى كلامنا كله كابيتال، احنا مبنكتبش كتير، بس افضل حاجة يبقى كابيتال. نظبطه بقى كده شوية. مثلا كده بقى مظبوط. هكتب هنا مثلا، هحط هنا السيمبل بتاعي. هنا كده مش مظبوطة شوية، هبتدي اظبطها. هكبرها شوية. هظبطها شوية برضو على قد ما اقدر كده.
هي كده تمام. هبتدي بقى اخدها كوبي عشان مش يبقى كله نفس الفونت ونفس الحجم، يبقى سيمترية شوية. واغير دي واسميها تايب. ودي هتبقى quantity. وهحط دوت عشان ده اختصار. ماشي. بعد كده احنا خلاص جهزنا التيبل بتاعنا. احنا عندنا هنا مثلا هنستخدم كشافات ايه. نشوف المكان اللي عندي مثلا الكيتشن، اخترنا له كشاف 60 في 60 نحطه في الكيتشن. هنبتدي نرسم الكشاف بنفس الابعاد الحقيقية بتاعته. نروح لوحة لايتنج بقى، نرسمه في الليجند بنفس الابعاد الحقيقية بتاعته. طبعا هنا بالمتر يبقى 6/10. نلغي F8 عشان نتحكم في مكان بالظبط يبقى فين. يبقى كان هنا كده. تعالوا نشوف كده ابعاد طلعت كام عشان نتأكد ان احنا رسمناه صح. تمام كده. هو كده 60 في 60 مظبوط. هنعمل بقى اي شكل، يعني مثلا ممكن نعمل لاين كده بالشكل ده. نعمل جواه سيركل مثلا كده، مثلا اي شكل. فبقى عندي ده الكشاف الاولاني. اخد دي كوبي وهنزل بقى اعمل لكل اللي تحت ده نفس الحاجة عشان ايه يبقوا كلهم على مستوى واحد. وبرضو ويبقى اسهل عليا ان انا اغير اسم الكشاف بقى على طول، ما اقعدش لسه كل شوية اعمل تكست واقرف نفسي يعني. طبعا انا مش ماهرة ولا بشتغل، انا بس بتعلم. بس حبيت اعمل يعني فيديو يفكرني لو جيت اراجع او حصل اي مشكلة مثلا ونسيت اي حاجة. فوانا بذاكر فانا سجلت الفيديو وقلت انزله عشان لو اي حد احتاجه معايا مثلا يستفاد بيه. طبعا اي حد عنده تعليق اكيد في غلطات لازم يقولها عشان نستفاد وكلنا نستفاد. اي حد بيتفرج على الفيديو يستفاد. التيبل لو جيت مثلا عملت دلوقتي بتعمل سelection معايا بس ساعات ما بترضاش مثلا، فبتقوم محدده جوه، محدده مثلا الكولوم او الرو وما ترضاش تحدد الشكل اللي جوه التيبل. احنا بنيجي بره كده وبنحدد عادي زي ما احنا بنعمل. هنعمل الشكل ده بلوك بمسطره وهنسميه باسمه اللي هو ايه، وهناخد البيج بوينت السنتر بتاعته. احنا كده خلاص سجلنا ان ده بلوك بالشكل ده كده. هيبقى اسهل لي في الشغل بعد كده في الكاونت بتاعه وفي توزيعه بقى لما يجي اوزعه بالار اف هيبقى سهل معايا. تمام. احنا قلنا ده كده كشاف المطبخ مثلا. هنشوف كشاف تاني مثلا، كشاف تاني يعني ممكن نروح لوح السقف نشوف كده مكان تاني.
عندنا مثلا المصلى اللي هو البراير، برضو كشاف بلاطة 60 في 60، ونقيسها برضو مفيش مشكلة. هنقيس بقى بلاطة المصلى مثلا اللي احنا عايزين نحط فيه الكشاف. هو في الغالب بتبقى كل البلاطات 60 في 60، بس عشان زيادة التأكيد يعني 60 في 60. تمام، احنا اخترنا كشاف المصلى ده. اوريدي اخترناه. نفس كشاف المكاتب بالظبط، هو ده ريسيزد ماونتد لومينير 60 في 60. الهاوزنج بتاعه شيت ستيل. استخدم مرايات بس مش محتاج غطا. هاي فريكوانسي ريجوليتور. اللمبات 4 في 14. الاي بي بتاعه 20. وايت كولر 4000 كلفن. التايب بتاعه فيليبس او فيما يعادله. استخدمه في المصلى. الكشاف ده طبعا مختلف، يعني مواصفاته فيه مواصفات مختلفة، يعني مثلا هنا مش حاطين له غطا، مختلف عن بتاع المطبخ مع انه الاتنين 60 في 60، فبالتالي هرسم له رمز مختلف. مثلا ممكن نرسمه بأي شكل. اقشر مثلا الحتتين دول. فده بقى كشاف تاني هنسميه بي. ده ممكن نعمل اسهل حاجة، اسهل من اللي احنا بنعمله ده الحقيقة. ممكن ناخد مثلا حرف الايه كله كوبي كده عشان يبقى مسنطرين، يعني حاطين كله في النص بنفس الطريقة. المساحة اللي احنا كنا عاملينه ده مطلعش مظبوط قوي. وابتدي اخد مثلا هظبط بس حرف البي ده مش طالع مظبوط قوي، فانا همسحه واخد من الاي دي كوبي عشان يطلعوا بالظبط، يعني ان هما بمحاذاة بعض بالظبط، يبقى الشكل اشيك يعني، بس مش اكتر، يبقى فيه سيمترية كده والشكل لطيف يعني، متبقاش كل حاجة في حتة يعني او منظر مش لطيف في اللوحة. بس كده، وابتدي اعدل بقى الحروف براحتي. مثلا ايه دي هنخليها دي، وهكذا. ناخد مثلا حاجة زي، ناخد حاجة مختلفة شوية، حاجة فيها سبوت. مثلا الكوريدور مستخدمين فيه السبوت ده.
مثلا السبوت ده احنا مختارينه في الكوريدور وفي الويتنج رومز وفي الاستقبال يعني. واتر بريزماتيك والاي بي بتاعه 44 وورم وايت. تمام. الكشاف ده احنا مش عارفين ابعاده، فاحنا هناخد الكود بتاعه نشوف احنا كنا جايبينه منين. كتالوج فيليبس في الكود بتاعه FBS 120. هندخل الكتالوج، هو طبعا مش في الريسيزد. الداون لايت اللي هي السبوت FBS 120. احنا هندور عليه نشوف احنا كنا جايبينه منين عشان نجيب الابعاد بتاعته. طبعا في حاجات كتير بتأثر على اختياراتنا، يعني السعر، المكان. يعني مثلا مكان محتاج تركيز زي الأوفيس، فاحنا بنحتاج إننا نركب حاجة وايت عشان التركيز. اهو هو ده الكشاف. تأكد برضو FBS 120 صح كده، تمام. شوف بقى ابعاد الكشاف بتاعنا، هنلاقي ان قطر الكشاف 24. هنبتدي نرسم سيركل نص قطرها 12. سنتي. عملنا حاجة غلط. تمام كده. هي صغيرة شوية بس هو ده البعد الحقيقي بتاع السبوتة. عايزين نتأكد بقى ان دي كده صح. احنا هنقيس الديامتر بتاعه، طلع بالظبط 24 سنتي. فالطيب ده مثلا سي. طيب كل الباقي بيبقى ماشي بنفس الطريقة دي. لو نفس الكشاف بس مختلف في حاجة واحدة بنبتدي نغير شكل الكشاف ده في الرسم عشان يبقى معروف ان ده مختلف عن ده. طبعا كل ده بنعمله بلوكس، كل دي بنعملها بلوكات. مثلا ده احنا معملوش بلوك فاحنا هنعمله بلوك نسميه بي من بيج بوينت من السنتر برضو. خلاص كده بقى عندنا ده بلوك من نقطة واحدة عشان يسهل علينا الموضوع ده كله طبعا. طب احنا خلاص اخترنا مثلا الكشاف ده بتاع الكيتشن، تمام. فاحنا بقى المفروض هنعمل ايه بعد كده. احنا محتاجين ندخل الديالكس. الديالكس مش عندي هنا على الجهاز ده، فانا هشرحه في فيديو لوحده، بس نشوف يعني نقول ايه اللي البرنامج محتاجه وهوفره ازاي عشان
لما انزل شرح الفيديو التاني يبقى كل حاجة عندنا. طيب هو عندنا الديالوجز محتاج اللينث والويدث والهايت بتاع المكان اللي انا فيه. يعني مثلا احنا دلوقتي في الكيتشن، فاحنا ممكن نعمل حاجتين. احنا عايزين نحدد مساحة الكيتشن وارتفاع الدور اللي في الكيتشن او ارتفاع الكيتشن. يعني طبعا ده ارتفاع الكيتشن ده بيتحدد على اساس السقف، هو السقف بتاعه ايه، معلق ولا سيرفس عادي. احنا ممكن، احنا عندنا هنا ده شكل مش منتظم زي ما انتم شايفين اهو بالمنظر ده، واحنا عايزين نجيب ابعاده. هنعمل ايه؟ حاجة من الاتنين، يا اما نقسم الشكل ده لاشكال منتظمة، يعني مثلا ناخد المربع الصغير ده والمستطيل الصغير ده ونجمعهم، او مش نجمعهم، هو هنقسم هنا فيهم الضوء. يعني هناخد ده كأنه روم لوحدها، اللي هي المربع الصغير ده كأنه روم لوحدها ونوزع فيها الإضاءة، وده هناخده كأنه روم تانية وبرضه نوزع فيها الإضاءة. فدي اوكي. وممكن نعمل حاجة تانية، ممكن ناخد الكيتشن عادي كله معانا، يعني مثلا بالشكل ده زي ما انا هعمل كده، نجيب اعاده. طبعا احنا هناخدش سمك الحيطة، طلعت مثلا 14 متر. ده العرض، ناخد الطول برضو مناخدش سمك الحيطة، طلع مثلا وليكن 12.75 متر. هناخدها كلها ونوزع فيها الإضاءة كأوضة واحدة، ولو طلع عندنا أي حاجة زيادة بنشيلها. طب احنا كده جبنا الطول والعرض، فاضل لنا ارتفاع الدور. هنجيب ازاي ارتفاع الدور؟ احنا عندنا البيزمنت ده فوقه على طول جراوند. احنا معانا المشروع كله، ومعانا البلان بتاعه ولوحات السقف وكل حاجة ولوحات الفرش كل الكلام ده. فاحنا هندخل الجراوند، دي لوحة فرش مثلا بتاعت الجراوند، ونشوف ارتفاع الجراوند ده عن الارض قد ايه. ادي الارض 0، بعدين نطلع الستيرز دي، يبقى ارتفاع الجراوند عندنا 8 من 10 متر عن الارض. كله هو مستوى واحد، 8 من 10، يبقى ارتفاع الجراوند عن الارض 8 من 10 متر. طب عايزين نشوف البيزمنت من الارض بقى. هنلاقي البيزمنت من الارض تحت الارض بمقياس 3.5 متر. طيب احنا معانا دلوقتي ارتفاع الجراوند عن الارض وارتفاع الايه البيزمنت عن الارض تحت الارض، تمام كده. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ احنا عندنا دلوقتي هنجيب مستوى الارض اللي هي 0 و0. انا هنزل شرح النقطة دي الصورة برضو بالورقة والقلم، وهننزل تحتيها 3.5 متر بالسالب. يبقى كده ده البيزمنت تحت، يعني ده اخر حاجة في البيزمنت اللي هي الارضية خالص، من غير لسه ما حطش بلاط ولا سيراميك ولا كلام من ده. طيب احنا بعد كده هنطلع من الصفر دي 8 من 10 متر اللي هي 80 سنتي، اللي هو الجراوند. فين بقى هو بيقيس 8 من 10 دي لحد فين؟ لحد الخرسانة. يعني لسه السقف بتاع البيزمنت ما عملناش حسابه وما شلناهوش من الحسابات.
هو 8/10 دي ببلاطات السقف بتاعة البيزمنت. طيب بلاطات السقف بتاعة البيزمنت دي قد ايه؟ بلاطات السقف بتاعة البيزمنت دي بتبقى 20 سنتي، يعني 2/10 متر. تمام. عندنا بقى الأرضية، بلاطات الأرضية بتاعة البيزمنت بتاخد حوالي 10 سنتي. طيب هنحسب ان احنا مثلا في حاجتين حسب السقف. يعني السقف ده اللي عندي ده عادي هيبقى سيرفس، يعني هتبقى اول حاجة هتقابلني اللي هو السيرفس العادي اللي هو السمك بتاعه 20 سنتي ده، ولا سقف معلق، هتفرق معايا. يعني بمعنى، يعني مثلا لو انا دلوقتي عند الباركينج اللي هو العربيات، مثلا في المكان اللي فيه عربيات ده، فالسقف عندي سيرفس، فمفيش بلاطات في السقف، فالسقف ده سمكه 20 اللي احنا لسه قايلين عليه، ده كده سيرفس عادي. اما لو انا هركب سقف معلق زي مثلا في الكيتشن اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، فلا الامر هيختلف، هيبقى الامر مختلف. هيبقى عندنا 20 اللي هو سقف الخرسانة، وهنزود عليه 80 سنتي مكان الحيز اللي بياخده السقف المعلق. بعد ال80 سنتي دي بتبقى البلاطات بقى اللي بنركب عليها الكشاف. طب تعالوا نحسب لو عندنا سقف مثلا معلق، هيبقى كده ارتفاع الدور كام؟ عندك كده احنا قلنا البلاطة اللي تحت 10 ونص، 10 والدور 3 ونص، وارتفاع الجراوند عن الأرض 8/10. يبقى عندك ال3 ونص زائد ارتفاع الجراوند. ارتفاع الجراوند احنا قلنا عليه اللي شفناه في اللوحة اللي هو كام عن الأرض؟ 8/10. هنشوف دلوقتي اهو، ده الصفر الأرض ودي 8/10. فاحنا هنجمع 3 ونص على 8/10، يبقى كده 4 و3 من 10. طيب دلوقتي احنا عندنا سقف معلق لان احنا شغالين في المطبخ كيتشن، فهنطرح كده كام بقى؟ هنطرح كام؟ هنطرح 20 سنتي اللي هي 2/10 و8/10 سنتي. فهنطرح كده من 4 و3 من 10 ال8/10 وال2/10. مظبوط كده. يبقى عندنا ده كده وعندنا ال10. في حاجة نسيناها، البلاطات اللي تحت. هي كده احنا محسبناش البلاطات، احنا كده لما طرحنا ال8/10 وال2/10 كده عملنا حساب السقف وما عملناش حساب التبليط اللي تحت ده. طيب احنا قلنا التبليط اللي تحت ده بياخد قد ايه؟ 10 سنتي اللي هي 1/10. فاحنا هنطرح ال3 و3 اللي احنا لسه جايبينها من 1/10. يبقى عندنا ارتفاع السقف ده المعلق 3.2 متر. ده لو كان سقف معلق. طب تعالوا نحسبها على لو كان سقف سيرفس عادي. سقف سيرفس عادي هيبقى هنشيل طبعا ال80 سنتي دول، هنرجعهم زي ما كانوا. هنزود على ال3.2 دي 8/10. هيطلع عندنا ان في حالة السقف السيرفس ارتفاع الدور 4 متر. انا ده كله هنزله في ورقة برضو. تمام كده احنا عملنا حساباتنا وحسبنا ارتفاع مساحة المبنى اللي هي الطول والعرض والارتفاع. طيب خلاص كده دخلنا اول صفحة على الديالوكس وحددنا
اللينس بتاعه كام؟ 14.2%. تمام، نكتب في الديالكس 14.2 او 14، يعني مش هتفرق الرقم ده يعني. سوري سوري، احنا هنا الاكس عندنا اللي هي اللينس دي، الاكس بتاع الاكس عندنا اللينس بالطول اللي هو 12 و75%. الويتس بتاعنا اللي هو الواي اللي هو 14.2%. واحنا قلنا ان السقف ده بلاطات، فهيبقى ارتفاعه كام؟ احنا قلنا لو بلاطات هيبقى 3.2. احنا هندخل 3.2. نيجي بعد كده الريفليكشن فاكتورز. احنا طبعا ما نعرفش الدهانات هتبقى يعني شكلها ايه، فاحنا ما نقدرش نحدد دي، فاحنا بنسيب دي ستاندرد في البرنامج. المينتنانس فاكتور بنسيبه برضو 8/10. الهايت بقى، احنا عندنا المطبخ ده هتبقى عليه ترابيزات مثلا، فهيبقى ارتفاعها حوالي، احنا بناخده يا 0 يا 8/10. هنا في البرنامج مفيش حاجة اسمها 0، فاحنا بناخده 1/100. انما احنا عندنا في الكيتشن فاحنا هنختار هنكتب 8/10. نيجي بقى لحاجة اسمها الوول زون. دلوقتي احنا عندنا مثلا اللي هي الحروف دي، اللي هي مثلا بالشكل ده. احنا من اول هنا حتة هنا كده، الكلام ده كده، اللي هي المكان اللي جنب الحيطة على طول ده، انا مش محتاجه يبقى فيه الإضاءة 100% مثلا. كل الكلام ده هي دي بنسميها الوول زون. مش مظبوطة قوي بس هي الفكرة يعني. طبعا مش مظبوطة عشان انا ماشية بالخطوط كده متعوجة يعني، مش مشغلة F8 معايا. تمام، فاحنا هناخد دي نص، هي يا نص يا 0، مفيش حاجة تانية. احنا خلاص اوريدي اخترناها. هنبتدي بقى، احنا اخترنا الكشاف من الكتالوج بتاعنا، نبتدي نختاره بقى من ديالكس. احنا مختارينه من فيليبس، هندخل فيليبس من البرنامج طبعا، ونكتب الكود بتاع الكشاف بتاعنا اللي هو الكود بتاعه ايه بقى في فيليبس. ندخل نشوف احنا كنا مختارينه ايه. مش ده، الكيتشن بتاعنا. طيب احنا كنا كان اسمه تي بي اس 260. فاحنا هنشوف عندنا فين تي بي اس 260 ده، نكتبه عندنا تي بي اس. عندي مشكلة بس في الكمبيوتر، هنكتب عليه تي بي اس 260. نشوف فين التي بي اس 260 ده بقى. المفروض ان هو يعمل سيرش عليه تي بي اس 260. اوكي، لقيناه، خلاص لقيناه. هو اندور طبعا، احنا مختارين اندور. اخترناه. احنا مختارينه ايه بقى؟ شوف الكشاف بتاعنا عشان طلع لنا كل الاختيارات دلوقتي، فاحنا بنشوف الكشاف بتاعنا احنا مختارينه ايه.
احنا مختارين الكشاف 4 في 14 واط، فهنختار 4 في 14. احنا مختارينه برضو بريزماتيك، فهنختار حرف البي. بس كده اخترنا الكشاف، وعملنا له اد وقفلنا واخترنا الكشاف. هنبتدي بقى ندخل الصفحة التانية نشوف اللوكس بتاعنا المفروض يبقى في الكيتشن كام. بنختار، بنعرف منين بقى؟ المفروض يبقى معانا الكود بتاعنا، هنستخدم IEC كود. احنا هنا مجمعين الحاجة بتاعتنا. نفتحه من اول جديد عشان عندي مشكلة هنا. طيب هنشوف في الكيتشن. هنا بيقول لي ان في الكيتشن المفروض اللوكس اللي فيها بيبقى 500، فاحنا عندنا هنا هنكتب عندنا هنا هنكتب ان احنا عايزين 500 لوكس، ونبتدي نعمل كالكوليت ونشوف كده هيوزع لنا ازاي. طيب هو اصلا يعني احنا بنبص اول حاجة عندنا حاجة اسمها الاي افريج، وعندنا حاجة اسمها اليو نود اللي هي يونيفورميتي، اليونيفورم يعني اليونيفورم بتاع الضوء، يعني متوزع بطريقة يونيفورم ولا مش اليونيفورميتي بتاعته مش كويسة. فاحنا عندنا هنا اليونيفورميتي طالعة 64%، والاي افريج طالعة 582، واحنا اصلا عايزين حاجة فوق الرينج، فوق 500 دي، يا اما ب10% يا اما اقل ب10%. اكتر من كده مش مسموح بيه في. فاحنا عندنا هنا كده في مشكلة، فاحنا هنبتدي نقلل شوية. نقلل في ايه بقى؟ يا عدد الاعمدة يا عدد الصفوف. على اساس ايه؟ دلوقتي بنشوف المسافة بين كل المسافة اصغر المكان اللي فيه المسافة بين الكشافين اصغر حاجة. فاحنا عندنا دلوقتي زي ما انا شايفة كده، انتوا مش شايفين طبعا عشان انا شغالة على جهاز تاني. عندنا دلوقتي مديني في الفيرتيكال 7 وفي الهوريزونتال 6، والمسافة بين الاتنين في الهوريزونتال 2 متر و13 من 100، وفي الفيرتيكال 2 متر بالظبط. فاحنا هنقلل في عدد الكشافات اللي في الفيرتيكال 1 كده، نخليها 6 و6 ونشوف، ونعمل كالكوليت تاني ونشوف كده هيديني الايه افريج بكام. طيب هو هنا ادهالي تقريبا 499، فدي حاجة كويسة جدا يعني. واداني برضو اليونيفورميتي 64 من 100. فاحنا المفروض اليونيفورميتي المثالية بتبقى مينيمم 5/10 حسب الكود. اكتر من كده كويس، اقل من كده لا. احنا عندنا كده خلاص كل حاجة كويسة. يبقى عندي هتبقى الرو والكولم 6 في 6. هنبتدي بقى ندخل على البرنامج بتاعنا ونوزع. طب احنا هنعمل ايه؟ هنشيل كده دي، احنا في المطبخ فاحنا عايزين نوزع في المطبخ بتاعنا. هنعمل ايه بقى؟ هنستخدم حاجة اسمها الRF. طيب هو هنا الRF بتاعنا مش متعرف، هنعمل ايه؟ ندوس BL مسطرة
عايزين ندخل الار اف بتاعنا اللي هو بيوزع لنا البلوكس دي. يعني بيوزع البلوك في المكان اللي احنا عايزينه كله. فاحنا هنعمل ايه؟ ندوس سوري ايه، مش بي ال، معلش، اي بي مسطرة. بعدين ندخل نجيب الار اف بتاعنا ونعمل له لود. شوف احنا حاطينه فين بقى. احنا حاطينه في يعني حسب كل واحد يشوف بقى يعني حطه فين، او ممكن يحمله لو مش موجود عنده. نعمل له اد. خلاص احنا كده عملنا له اد. نقفله بقى، نعمل كلوز لود. هو خلاص عملنا له لود، نقفله. طيب هنستدعيه بقى، يعني نعمل ار اف. هنشيل الاول، احنا عندنا حاجة هنا لاين نسيناها، نمسحها بس. هنبتدي بقى نستدعي الامر ده. ار اف مسطرة بلوك نيم. احنا كنا مختارين البلوك نيم مسمينه ايه، فاحنا هنستدعي البلوك اللي هو ايه مسطرة. مفيش روتيشن انجل. عدد الكولوم 6، احنا قلنا عدد الرو 6. نبتدي نحدد الفيرست كورنر بتاعنا. هو ده السكند كورنر بتاعنا اللي هو ده. نبتدي يوزع لنا بقى. طبعا انا قلت في طريقتين عشان نوزع بيها الكشافات في المنطقة دي. خلاص وزعنا الكشافات. طبعا في حاجات زيادة كتير هنمسحها، نمسح كل الزيادات دي. طبعا قفل اللاير بيساعدني، يعني مثلا لو اللايرز دي دلوقتي مفتوحة كان هيبقى مشكلة عندي شوية، ممكن امسح حاجة من غير ما اخد بالي مثلا. شوف بقى لو في مثلا حاجة متعارضة، يعني ايه. خلاص كده تمام، كله مظبوط، كله في مكانه، مفيش حاجة جاية على عمود او اي حاجة. دي مفيش، في مسافة اهي. عايزين بقى خلاص احنا وزعنا كله تمام. عايزين نعد بقى الكشافات دي في المكان ده، والمكان ده بيسري على كله يعني تمام. فاحنا هنعمل حاجة اسمها بي كاونت. ده نعمله هنا هيتعمل في كله. المفروض احنا كده بعد واحد واحد، انا عايزاه يعدهم كلهم مرة واحدة. كاونت. شوف كده ظهر لنا ايه. في حاجة احنا عملناها غلط بس المفروض ان احنا هنقفل هذا الامر. بس هنا كده بي كاونت. نشوف كده عمل ايه. طيب هو في مشكلة عندي هنا، فانا هشوف. هو انا اكيد بعمل حاجة غلط. انا هشوف المشكلة عندي. احنا ممكن نمشي على واحدة واحدة ونعدها، بس الموضوع صعب، فاحنا شوف ايه المشكلة. طب احنا هنجرب حاجة كده.
انا مش فاكرة، يعني عندي مشكلة تقريبا مش فاكرة الامر بيتنفذ ازاي، فانا هجرب حاجة كده. هحدد المكان. هحدده كده وهدوس بيه كاونت، نشوف كده عمل ايه. طيب هنجرب حاجة تانية برضه. هحددهم كلهم معايا عشان يعدهم. نشوف كده عملت كام بلوك. طيب هو انا كده عندي فيه مشكلة، انا عملت كده مشكلة كبيرة يعني. نقلتهم تمام، فانا هكتب بيه كاونت. تمام، اي حاجة تبوظ مني اعمل لها كنترول زد على طول عشان ارجعها زي ما كان. كده عد بقى الحاجات دي وهدوس مسطرة. شوف كده، هو انا كده عندي مشكلة في البي كاونت غالبا يعني، بس نجرب برضو تاني. عندي مشكلة كده في البي كاونت. تمام، هو احنا بنستخدم الخاصية دي. انا هحل المشكلة دي وارجع اجربها تاني معاكم. بس كده خلاص، كله نفس الفكرة، بيتوزع بنفس الطريقة دي. مفيش مشكلة كده اظن يعني مع الموضوع ده. يا رب اكون فدتكم باي حاجة. وانا شرحي يعني اكيد في قصور، بس ان شاء الله تكونوا استفدتوا اي حاجة. يعني دي حاجة للمبتدئين جدا لان انا لسه بتعلم. وشكرا.